خبر احلى، تسمع ايه الاول؟ الخبر الحلو؟ سامسونج نزلت موبايل جديد سعره حلو جدا اسمه سامسونج جراند برايم بلس. عنده فلاش للكاميرا الاماميه وامكانيه تشغيل سريع للكاميرا وبشريحتين وذاكره اضافيه لحد 256 جيجا بايت. طب ده الخبر الحلو، يا ترى ايه الخبر الاحلى؟ الخبر الاحلى انه كمان بتكنولوجيا ال 4G. اتصل ب 16580 واسأل عن موبايل سامسونج جراند برايم بلس. تقدر تقول لي النيل بيربط دول ايه ببعض؟ طبعا السودان، ايوه. السعوديه، نعم. الامارات، لا ما بيروحش. لا تركيا اصلا. العراق. يا ابني انت رحت فين؟ شرم الشيخ والغردقه. النيل ايه والغردقه؟ بيروح يا حبيبي وبيزنس كلاس كمان. انت مش بتتكلم على نهر النيل؟ لا انا بتكلم عن النيل للطيران. النيل للطيران، سافر بأنسب سعر للتذاكر، احجز تذكرتك واكتشف عروضنا على nileair.com. النيل للطيران، الناقل الرسمي للمنتخب الوطني. تعادل ايجابي بين الاسماعيلي ووادي دجله. الشوط الاول قلنا الاسماعيلي وحش، لكن الامور اتحسنت في النادي الاسماعيلي وحصلت التغييرات اللي احنا اتكلمنا عليها. شفنا حسني عبد رب وشفنا ابراهيم حسن في الشوط الثاني، والاداء الهجومي فعلا اتحسن للنادي الاسماعيلي، وقدر حسني عبد رب من ضربه حره مباشره يسجل هدف التعادل للنادي الاسماعيلي، رغم ان فيها توفيق كبير، ان الكره اتشاطت خبطت في حته في النجيله قدام المرمى وعملت بند وعليت مره واحده زي حفره كده رمله، راحت خبطه كده وعليت مره واحده وخدعت حارس مرمى محمود رضا حارس مرمى وادي دجله، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. الاسماعيلي رفع رصيده الى 16 نقطه ووادي دجله رفع رصيده الى 17 نقطه، ونقدر نقول النهارده تقاسم الفريقان تقاسم الفريقان. محمد بدري صلح لنا بقى عشان بتاع اللغه العربيه. تقاسم الفريقان شوطي المباراة الفريقين ولا الفريقين؟ الفريقان تقاسم شوطي المباراة. الاسماعيلي كان او وادي دجله كان هو الافضل في الشوط الاول، والاسماعيلي كان هو افضل في الشوط الثاني. ولا ايه رايك يا كابتن شادي؟ يا استاذ شادي. تقدم الاسماعيلي في الشوط الاول 1-0، وفي الشوط الثاني الاسماعيلي الهدف التعادل. وكابتن اشرف خضر غير التغييرات اللي احنا قلنا عليها. حسني عبد رب وابراهيم حسن صنعوا الفارق مع نادي الاسماعيلي، هو ده اللي احنا قلناه. ممكن احنا بحكم ان احنا بنحلل الفرق كلها فمتعايشين مع الفرق ومع التشكيلات ومين اللي يقدر يضيف ومين اللي بمجهوده بيقل فبيغير. فاللي احنا قلنا عليه هو اللي حصل بالظبط. الشوط الاول كان في مشاكل كتير جدا، عدم تجانس كبير في النادي الاسماعيلي، قدر وادي دجله يستحوذ على كل الشوط الاول. الشوط الثاني اداء مغاير تماما للنادي الاسماعيلي. حسني عبد ربه وابراهيم حسن من وجهه نظري ابراهيم حسن مفتاح لعب مهم جدا. حسني عنده التسديدات، بيسدد كويس، بيبقى عنده خبره، بيقدر يلعب في رتم المباراه ويساعد فرقته، سواء بيلعب الكور على الاجناب او تسديد من بعيد، وقبل الهدف اللي جابه سدد كمان اكتر من كوره. يبقى اللي احنا بنقوله صح، يبقى ده اسمه نقد بناء اللي احنا كنا بنقوله لمصلحه نادي الاسماعيلي. ولا بنعدل على مدرب ولا بنعدل على اسلوب لعب، لكن احنا بتبقى شايف من وجهه نظرك بعض الامور بتقولها، وبدليل كل مره. بصراحه ما يزعلش مني كابتن اشرف خاطر التشكيل بدا النهارده بيه وحش. ما هو احنا خبرات قليله، واللعيبه اللي هي تقيله تقدر تلاعب النادي الاسماعيلي كلها على الدكه في الشوط الاول. ما تنساش كمان الشوط الاول، انا بتكلم على الشوط الاول. الشوط الثاني كابتن اشرف عدل وفعلا الشكل اتحسن. ما تنساش كمان لازم المدرب يشوف الفريق الماتش اللي قبليه كان عامل ايه. وادي دجله جاي من الاسماعيلي معنوياته مالك معنوياته مرتفعه جدا، لانه اخذ من نادي الزمالك نقطه بطعم الفوز. فانا راح اقابل غير اللي معاهم ميدو اكيد هيحفزهم، كان ماسك قبل كده في نادي الاسماعيلي وعايز يقول انا مدرب كويس وانجح مع كل الفرق. فبالتالي زي ما انت قلت يا كريم، شوط اول نادي وادي دجله كان مستحوذ على الاداء الجماعي والضغط وكل حاجه كان بينفذها بشكل كويس جدا وقدر يجيب هدف. الشوط الثاني نادي بالكامل برضو لنادي الاسماعيلي ضيع فرص كتير جدا جدا جدا، ولكن عايز اتكلم على الهدف.
دايما الوهله الاولى لو احنا بنشوف هدف الإسماعيلي ولا؟ هدف الاسماعيلي. هدف حسني احنا عبد ربه. شرحنا الشوط الاولاني الهدف بتاع وادي دجله، الشوط الثاني هدف حسني عبد ربه، فاول من خارج ال 18 بنتكلم في 22 يارده، بيشوط الكوره في الوهله الاولى تقول لي حارس المرمى عمله ده، لكن لما تعادت الكوره اكتر من مره الارض فيها حته سيئه جدا، لا يسال عن الهدف حارس المرمى، واتمنى اللي ميدو يقول لحارس مرماه كده لانه تالق امام الزمالك بشكل كبير جدا، والنهارده انقذ الشوط الثاني فرقه وادي دجله من الهزيمه. من وجهه نظري مره ثانيه حارس مرمى وادي دجله لا يسال عن الهدف، الكوره خبطت في حته في الارض يا كريم، علت بشكل غريب جدا في الاعاده بانت هو كان حارس اترمى وخلاص كان اترمى هيمسكها، خلاص فعملت هيمسكها. بند علت بشكل مبالغ فيها فيه سوء توفيق عشان الارض غير مش مظبوطه. طبيعي. طب انا عايز اتكلم بقى في نقطه كويس انت قلت لي استاد اسماعيليه يا جماعه الارضيه وحشه جدا جدا. استاد اسماعيليه اتوضب من حوالي 3 سنين او 4 سنين. النجيله اللي اتزرعت في استاد اسماعيليه او اتحطت وحشه، بنسترفس النجيله وحشه، فاول ما بالشتاء بيخش الملعب بيبوظ. النجيله وحشه، لازم ارضيه استاد اسماعيليه تتقلب ويتجاب ارضيه جديده، نجيله جديده تستحمل الشتاء، تستحمل الصيف، تستحمل الماتشات. الارضيه نوعيه النجيله بتاعت استاد اسماعيليه وحش. انت عارف بعد شهر شكل الملعب هيبقى عامل ازاي كمان؟ ما هم هيقفلوا الملعب يوم 30/12 ما انا بقول لك عشان شهر ونص في افريقيا والكلام ده، لأن يصلحوا الملعب. بس انا بقول النجيله لازم تتغير. انا اتمنى حاجه، عشان انا قلت الحارس المرمى لا يسأل عن الهدف. اكيد ميدو بيتقال له كل حاجه من حد بيتابع معاه المباريات وبيديله الشكل الخططي شكله عامل ازاي او العيوب اللي في المباراه. اتمنى اللي هو يرفع من روح حارسه حارس المرمى ويتكلم معاه، لان الهدف لا يسأل عنه، سوء توفيق. الكره خبطت في حته غريبه جدا، وبعد ما حارس المرمى هيمسكها راحت خبطه في حته مش كويسه بالارض، الكره علت بشكل غريب جدا. لكن انا من وجهه نظري مباراه عادله ما بين النتيجه عادله للفرقتين. شوط اول كان وادي دجله كويس، شوط ثاني نادي الاسماعيلي كان كويس، ودي النتيجه عادله. كابتن سامي الشيشيني رايك ايه في المباراه والتعادل الايجابي 1-1؟ لا تحسب لكابتن اشرف خضر ان هو قدر يعرف فين نقاط الضعف عنه، او عارف يجاري فرقه وادي دجله. ان الشوط الاول كان تماما لفرقه وادي دجله فرصا ويمكن تكتيكيا، وكان استحواذا على الكوره. يمكن النهارده الشوط الثاني لا، الشوط الثاني لما تيجي ببص للنص عند بتاع الورقه بتاع وادي دجله مفيش ولا هجمه. ده تحسب للنادي الاسماعيلي. يمكن كان في فرصه في الدقيقه، يمكن بدايه الهجمات او بدايه الخطوره كلها كانت في الدقيقه 30. بدايه من 30 اللي هو حوالي 18 دقيقه كده الاسماعيلي هو اللي راكب بشكل كبير جدا، وخلالهم في الهدف اللي جه وفي اكتر من فرصه كانت اختارهم في الدقيقه 48 في الوقت الضايع، اللي هي الكره اتلعبت بالعرض بيطلعها المدافعين تنزل لمحمد فتحي، خدها على الطاير صاروخ بجوار القائم دي، لو كانت دخل كانت تبقى هدف رائع. لكن قبلها كان في الدقيقه 30 كان في فاول كان ابراهيم حسن عملها بسرعه، العمود شاطها قويه جدا بجوار القائم، وفي تسديده قويه جدا من عمر الوحش جت بجوار المقص فوق كده، وبعدين السعيد لعب كره بالعرض استلم عموري باليمين وسددها بالشمال بجوار القائم. وطبعا الهدف اللي جه اللي هو يمكن احنا قلنا يمكن ما يسالش عنه حارس المرمى بصراحه، لان في لما نزلت على الارض يمكن الرمله كمان بانت، اللي هي لما نزلت في الارض وعليت لوحدها كده في حته عاليه في الارض راحت عدت من فوق حارس المرمى، لكن هو مش مسؤول. لكن انا بقول لك النهارده الاسماعيلي كان ممكن الشوط الثاني كان يجيب التعادل ويفوز كمان، لان ما كانش ده اداء وادي دجله، برغم ان هو عمل تغييرات، طلع صامويل افوم ونزل عرف السيد وخرج محمود مرعي ونزل يمكن ابراهيم نضاي عنده فرصه هجوميه. لكن التغيير الرابعه دي عملها كذا مره، يمكن مباراه الزمالك النهارده خرج محمد هلال وراح منزل المساك الرابع اللي هو رجب نبيل، ولعب باربعه ورا، لعب باحمد العش ومحمد انور والسيد سالم، ولعب برجب نبيل زي ما عمل التغيير اللي فاتت في نادي الزمالك برده، لعب باربعه مساكين. هو نهى النهارده باربعه مساكين، اللي عرف ان الريتم بتاع الاسماعيلي عالي قوي وريتم فرقته قل، فبالتالي عارف ان الكرات هتبقى عرضيات كتير، راح مزود المدافعين ورا، بقى يلعب باربعه عندهم الاطوال لعش وانور والسيد سالم، ودي كانت التغييره الثالثه. لكن الاسماعيلي النهارده الشوط الثاني ما كانش موفق بالنسبه للهجمات اللي جات له، لكن برضو بونت بالنسبه للفرقتين ما يساعدهمش. انا شايف النهارده يمكن البونت النهارده عطلهم الاثنين، عطلوا بعض النهارده. 17 بونت بتتكلم على وادي دجله، بتتكلم على الاسماعيلي النهارده 16. فطبعا برضو لا يليق النقاط دي، فرقتين عندهم امكانيات عاليه جدا بالذات وادي دجله. كميدو استلم متاخر، النتائج معاه ماشيه الى حد ما، لكن برضو الفرقتين عندهم مجموعه لعب مميزه جدا. لكن لا يليق ان النهارده نشوف وادي دجله النهارده
في المركز التاسع على ما اعتقد انه هيركب. بالنسبه للنهارده يمكن احنا شفنا الفوز بتاع المقاولين وصلوا 17، يبقى هو وادي النتيجه دجله مش في مصلحه الفرقتين خالص، وقفوا الاثنين عطلوا بعض. لكن انا شايف ان لازم الفتره اللي جايه يبقى في نتائج افضل من كده الاثنين. طيب خلينا نروح للكابتن فكري صالح، مدرب حراس مرمى فريق وادي دجله. كابتن فكري ازاي حضرتك؟